مشاق السفر والتنقل بين المعتمديات وحضورهم إلى العاصمة القيروان. حبينا نشكر كذلك تنسيقية ائتلاف الكرامة اللي نظمت هذا الاجتماع الشعبي لاحتضان أهلنا وناسنا واستضافتهم على شرف قدوم أخونا ومرشحنا الأستاذ سيف الدين مخلوف. بدون إطالة هنا على المنصة نقدم لكم البعض من اخوتنا وناسنا واهلنا اللي وقفوا معنا واللي يتمناوا زاد انه بقيه اهلنا في القيروان يقفوا مع مشروعنا ويقفوا مع تصور ائتلاف الكرامه، تصوره الشامل وتصوره البديل لحياه افضل ان شاء الله في المستقبل. عندنا سي علي خليل يشرف على التنسيقيه، عندنا سي صالح السميعي كذلك مثلنا في بوحجله، عندنا مدام رجاء بن صالح كذلك مرشح على قائمة ائتلاف الكرامة، أستاذ سيف الدين مخلوف، أخوكم ماهر زيد، سي علي عبيد كذلك مسؤول الإعلام في ائتلاف الكرامة. البقية أيضا الحاضرين هنا للتصوير. سنتحدث عن المستشفى، سنتحدث عن المياه، سنتحدث عن عديد النقاط وعديد المشاكل التي تشغل بال الناس منذ عقود من الزمن، منذ أن تم اتخاذ قرار ونعتبره قرار بتهميش القيروان. قيروان حالها أقرب من حال ذلك الرجل العظيم المارد العظيم النائم، هو مارد ولكنه نائم ينتظر من يوقظه حتى يعود ليلعب أدوارا متقدما في هذا البلد الذي يستحق الأفضل بكثير، يستحق الأفضل مما نعيشه اليوم. هذا البلد ليس بفقير، وهذا البلد ليس بمهمش، هذا البلد فقط ينخره الفساد ويسيطر على موارده وخيراته وقوت أبنائه وأحلامهم الفاسدون المجرمون الذين تشكلوا في عصابات ومافيات ولا يتصرفون كما يظهرون في الصورة فرادى، إنهم شبكة معقدة من المجرمين من المافيات تمتد في الداخل ولها كذلك امتدادات في الخارج، من يوفر لها الدعم ويوفر لها التسويق في الخارج حتى تستمر في نهب بلدنا ونهب خيراته واستعباد أبنائه. نحن هنا اليوم لنجدد معكم العهد. كل ما سمعتوه من فم الأخ سيف الدين مخلوف، كل ما سمعتوه منه سنعيده ربما بشكل آخر، ولكن باقون على العهد إلى آخر نفس بحول الله، معا باقون على العهد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اخويا ماهر زيد الصحفي والمناضل الشرس وصاحب الرسالة الصحفية الحقيقية، واللي شرفني انه يكون معنا في ائتلاف الكرامة، وشرفني انه يمثل مدينة القيروان ان شاء الله في الانتخابات التشريعية. طبعا نحب نرحب بكم الكل، ونحب ان نعترف لي انا مانيش قد المكان هذا، ونحب ان نستعرف لكم اللي الناس اللي تخطب على اهالي القيروان ما يلزمهاش تكون اقل حجم الشيخ عبد الرحمن خليف رحمه الله، ما تنجمش. انا جيت للعاصمه القيروان، نعتبرها العاصمه وتاريخنا واصالتنا. القيروان اللي وقت اللي يعني عقبة بن نافع يعني فتح تونس اختارها باش تكون هي العاصمة، واختار الباقي باش يكون ساحل القيروان. اليوم للأسف يعني الساحل ولا هو الأصل، والقيروان ولات هي الأطراف. الساحل ولا هو اللي تذكروه، والقيروان هي المنسية. اليوم وصلنا الوضعية اللي أنا نتابع فيها، وضعية المستشفى الموعود به. وصلت القيروان تتسول في مستشفى من عند السعوديين. الناس يقولوا وين المستشفى، وين فلوس المستشفى. انا نخمم في ابعد من هكا، شنو اللي خلى القيروان قاعده للتسول نتاع السعوديين؟ علاش؟ قيروان التاريخ، قيروان الفلاحه، قيروان السياحه، قيروان كل المطلوب، قيروان اللي ماها خير من ماء الساحل. اليوم تعارك على مستشفى ومستشفى نتاع السعوديين. معناها اللي يعارك على المستشفى راهو في ذهني انا يعارك على ما تحت الصفر، لانه الضروريات لا تطلب. لي بوزوان هذه دولة الحداثة ودولة 70 عام،
توصل فيها العاصمة القيروان طالب مستشفى وتجيها التمويلات وتتسرق. رانا مازلنا تحت الصفر، راهو بعد 70 عام الصفر ولا درجة محترمة. رانا نوصلوا للصفر وقت اللي نكملوا لي بيزوان، نكملوا المرافق الضرورية الكل. اليوم كرمنا ربي بالمطرة هذه، وكنت أنا في بوحجلة ويعني وحشموني أهالي بوحجلة، وفي وسط المطرة هذيك نشوف الناس تحط في السيارات نتاعها على الطريق الوطنية. علاش؟ لأنه مش قادر يشق، ما ثماش طريق، ما ثماش مسالك فلاحية على خطوة من الطريق الوطنية رقم 2. معناها ما تحت الصفر برشا، لا فما طريق ولا فما مستشفى ولا فما مطار ولا فما الأدنى من الضروريات نتاع مدينة يعني في حجم مدينة القيروان. للأسف الشديد أنا رفقة زملائي ورفاقي الكل أسسنا ائتلاف الكرامة، لأن كنا نعرفوا كل هذا، ونعرفوا اللي الكرامة راهو هدف سامي برشا، وراهو مش من الكرامة نعرفوا على مستشفى، مش من الكرامة، رانا ماناش محسوبين أساسا. راهو دولة الاستقلال بين مليون ظفر بعد 70 عام أهالي القيروان يعاركوا على مستشفى، راهو لازمنا نراجعوا كل شيء. احنا في ائتلاف الكرامة حطينا صبعنا على الداء، واحنا نعرفوا لوجودكم اليوم وتشريفكم ليا، وهذا نعتبره نصر في حد ذاته. السبب فيه انه اول ناس تحدثت على تصفية تاريخ الاستعمار، وتحدثت على طلب الاعتذار من المستعمر اللي كان يقتل ويسرق وينهب ويجند في التوانسة، واستعملنا واستعبدنا كما حب هو، واليوم ما اعتذرش، واختل ابائنا في بنزرت، واختل ابائنا في الجنوب، ثم ساند الاستبداد لمدة 60 عام، واليوم مازال يعني ينهب ويسرق، ومازلنا احنا نتفرجوا. انا ندور في الجهة من الجهات اللي فيها اكبر يعني حقول النفط، يا اما مسكرة يا اما مسواسي وانت غادي يهزوا فيه، واحنا ما راهو حتى شيء. للاسف الشديد اللي طارحينه في ائتلاف الكرامة ماهوش الضروريات، مش مزية ضروريات، ماهيش مزية. اللي طارحينه هو الرخاء الاقتصادي. كيفاش باش يكون الرخاء الاقتصادي؟ معركة الثروات لازمنا نخوضوها. معركة الثروات راهي معركة مفصلية. راهو الملح نتاعنا والبترول نتاعنا والفوسفات نتاعنا، وعلى فرنسا ان ترحل من هذه البلاد. يكفي نهب، يكفي سرقة، والباقي اللي يوصلنا ياكل فيه الفساد صباحا مساء. احنا للاسف الشديد احنا تو في حملة انتخابية نعيشوا في عركة بين اللوبيات، كل واحد يسب في الاخرين يقول لهم وراكم انتم لوبيات ومافيات، واحنا نعرفوا اللي كلهم مافيات ولوبيات، ونعرفوا اللي كلهم محطوطين من الخارج، ونعرفوا اللي كلهم ما يمثلوش تونس وما يمثلوش العمق. وانا ندور في تونس ونرى في نفس المشاكل. ناس ما زالت عام 2020 مشكلتها الطريق والمستشفى، ومشكلتها يعني انه منتوجاتها الفلاحيه ما يقدروش يسوقوها، ومشكلتها انه تعوم فوق الخيرات ومش مستغله خيراتها. للاسف الدوله ذي تبجحت بانها دوله التعليم والصحه، مرينا منها لا تعليم لا صحه. اليوم تونس من الدول اللي فيها كل انواع النباتات الطبيه، تمشي في الشارع وترى الكلاتوس وترى الهندي وترى الصبار وترى الكليل والزعتر، وللاسف الشديد ينبت ويهيج ويذبل وما يتمش استعماله. فقط لي انا وزير الفلاحه اسمه سمير طيب، لان وزير الفلاحه ما يفهمش في الفلاحه. للاسف الشديد اليوم خبراء الفلاحه والاقتصاد مشكلتهم كيفاش يسوقوا الطماطم وقت اللي تجي صعبه. يا اخي لازم تعمل طماطم، ثمن النباتات الطبيه وثمن النباتات البيولوجيه. اليوم زيت الزيتونه نتاعنا ما يلقاوش وين يبيعوه، مطلوب في كل العالم. علاش؟ لانه الناقله الوطنيه تمشي كان لباريس، وباريس مليانه بالزيوت نتاع ايطاليا واسبانيا واليونان وغيرها. اليوم الدوله هذه خلت لنا كان الافلاس، كل شركاتنا الوطنيه مفلسه، كل الميزانيات التي يتم يعني ايهامنا بانها ماشيه للتنميه ما تمشيش للتنميه. شنو هو اللي صاير في البلاد؟ اللي صاير الاستعمار الخارجي والاستعمار الداخلي هو الفساد. شنو المطلوب اليوم؟ المطلوب انه يرفعوا ايديهم على البلاد هذه. احنا مجموعه من الشباب
اللي الناس كل تعرف تاريخنا وتعرف مواقفنا، وعمرنا ما ترشحنا لحاجه وعمرنا ما طلبنا كرسي. قلنا لهم يزي اليوم فيه البركه. اليوم باش نفكوا قرارنا وباش نفكوا سيادتنا وباش نخوضوا المعركه اللي تاخرت كثيرا. معركه الاستقلال ما زالت لم تخاض بعد. معركه الاستقلال والبارح الحمد لله وصلت للاصلع اللي يدور نهار كامل، وصلته وجاتني الصور والفيديوهات اللي هو كان يتفرج ويسمع في الخطاب مباشره. انا وصل لكم وراو ماناش اشرف من الشهداء اللي استشهدوا، ماناش اشرف من الائمه اللي وقفوا على منبر جامع عقبه، ماناش اشرف من الوجوه هذيا، وكان يحبوا يقتلونا ما عندنا حتى مشكل. الله اكبر. الفكره توصل، ما عندهم حتى حل. هذا اللي نوعد به انا، ما عندهم حتى حل الا ان يرحلوا. واحنا اليوم قلنا الكلمه هذه، ما قالهاش الاجيال اللي قبلنا، ما قالهاش بورقيبه وما قالهاش بن علي وما قالتهاش الحكومات اللي مرت. احنا الجيل اللي باش يقول الكلام هذا، باش يقول لفرنسا كفاء، باش يقول لفرنسا كفاء، ارحلي من تونس، خليونا ثرواتنا، بحرنا يكفينا وفلاحتنا تكفينا وبترولنا يكفينا وملحنا يكفينا، ارحلوا عنا. اليوم نحبوا نحكموا، نحبوا ناخذوا مصيرنا بيدينا. للاسف الشديد انا نجي القيروان كلي معناها كلي حزن، نسمع مطالب الناس. يعني المفروض راهو العاصمه هذه راهو يتم تكريمها. راهو اليوم الناس تقول لهم مجتمع بلديات يقول لك والله ما عندهمش فلوس. مثالش، خلينا نفكروا، نحاولوا الناس الكل تتحاور مع المجالس البلديه. نحب نشوف في كل بلديه كل المرافق، نحب نلقى وين الصغار يلعبوا، نحب نلقى المسابح، نحب نلقى دور الشباب، نحب نلقى مخابر البحث العلمي. اليوم راهو انا نعرف من ابناء القيروان ادمغه حقيقيه. اليوم اقل ابليكاسيون تدخل مليارات، ما يحبكش تفكر في هذا. اليوم الادويه والاعشاب الطبيه تدخل مليارات، ما يحبكش تخمم في هذا. يلزم اقصى طموحك مستشفى، معناها الادنى نتاع الادنى ما تحت الصفر يولي هدف عالي. هذا باش ينتهي. احنا قلنا ائتلاف الكرامه حاله وعي، ونحن نعني ما نقول. ما حشناش بالمناصب وما حشناش بالكراسي، وبرنامجنا هذا اللي يحب ينفذه يتفضل، واحنا ما حشنا بحد شيء. اما فقط رانا باش نراقبوه ورانا باش نعسوا عليه وباش نحاسبوه وباش نكونوا قاسيين جدا في المحاسبه. انا اليوم جيت القروان، ويعني جايه هذه مبرمجه تقريب اول مدينه برمجنا فيها الموعد هذايا ونظمناه. وطبعا اول منصه تقريبا انا نطلع فوقها، لانه المدينه الوحيده اللي برمجنا فيها منصه مثل هذه اكراما للناس هذيا. وطبعا من خاطر ما عندناش فلوس، هذا الحق باش ما نكذبوش عليكم. طبعا ما جيناش باش نقولوا وعود، يعني تقريبا على طول الطريق يقولوا لنا ما شنو باش تجيبوا لنا؟ لا، باش يجيبوكم الاستقلال، باش يجيبوكم الكرامه، باش يجيبوكم الرخاء الاقتصادي وقت اللي نفكوا سيادتنا على قرارنا الوطني. احنا ان شاء الله الجيل هذا باش يبدا مرحله جديده. شفتوا انه الشاهد يسب الشاهد هو اسمع، شافونا عملنا منصه يسخنوا يوسف الشاهد. هو بالمناسبه احنا افقر حمله انتخابيه. احنا للحظه ذي ما عندناش كونت نتاع الحمله، وهذه مشكله لانه لازم نعملوا كونت. المشكل ما عندناش فلوس باش نصبوه في الكونت. اثنين احنا قلنا لهم اللي عنده علينا شيك بالله يصبوا، واللي عنده علينا ملف بجاه ربي يسد وبجاه ربي يفضحنا. دونك احنا ما عندناش مشكل نعرفوا، واي واحد غير هذوما يسبنا راه يخف علينا في الذنوب، ما عندنا حتى مشكل. ربي يشفيه ان شاء الله. دونك نرجعوا شوف المعركه ذي خذناها بوجوه مكشوفه، وخذناها ويتمناوا كان يشدوا علينا دوسي، والحمد لله جيناهم بنظافتنا، جيناهم بمواقفنا بنظافتنا بتاريخنا، وما نستحيوش من حتى حد. بالله نحب نعرج على موضوع. عندنا شاب من شبان القيروان اللي هو فخري الاندلسي ربي يفرج عليه ان شاء الله، موقوف في دولة قطر ومحكوم بالاعدام
في ملف مفبرك تماما، ومحملينه جريمة قتل ما ارتكبهاش، وأنا شاهد على ذلك. وراسلنا وزارة الخارجية وأخبرناهم كل شيء. للأسف الشديد ما تحركتش وزارة الخارجية. ومن المنبر هذايا نحب نوصل لوزير الخارجية الحالي المطبع اللي علاقاتنا مع إسرائيل تهمه أكثر من التوانسة، راهو أمانة في رقبتك أكل المواطن فخري الاندلسي، وأمانة في رقبتك وفي رقبة الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والناس اللي والنواب طبعا، الناس اللي تخلاو على مواطن تونسي مظلوم. وبالمناسبة ولا واحد استدعاني وقال لي يجي احكي لي الحكاية. تواصلت معاهم الكل وكأنهم باش نرمي لهم جمرة في ايديهم. اللي يتحمل مسؤولية راهو في رقبته دم كل تونسي، واللي يتحمل مسؤولية في رقبته كل مليم يتصرف فيه. الثقافة ذي ان شاء الله باش يعلمها لهم ائتلاف الكرامة. احنا مستعدين نستقيلوا من مهامنا كان يتظلم تونسي واحنا حيين. احنا بالمناسبة القروان عن ديانة تساوي الظلم. يعني الحالات اللي شفتها وكأنه استهداف للأدمغة والكفاءات نتاع القيروان. وانا نحب نحيي خويا سيف الرايس متخبي لا كالكو بار يصير خليه متخبي، فهمتني؟ بوها هنا ما هو يندرون متخبي خاطر نعرف اللي هو هوني. اكثر شاب تظلم في تونس واكثر طاقه ظلمت في تونس، و يعني ما عندكمش فكره كم الضغط وكم التشويه اللي نتعرضوا له كي نتكلموا على سيف الرايس، لانهم حبوا يبنيوا وهم كامل اسمه الحرب على الارهاب والحرب على الكذب باستعمال سيف الرايس. سيف الرايس مفخر لتونس، وسيف الرايس يعني ولادهم في المنار والمنازل وحي النصر ما يجيبوش المعادلات نتاعو، وما يجيبوش 20 في الوران نتاع الماستر نتاع العربيه وهو يجيبها. باش تعرفوا الكلوان شنو تجيب. نحب نحييك الوالده هذيك ام دره السجني، ربي يحفظك ان شاء الله. ثم ملفات خدمتهم في حياتي كي نتفكرهم قلبي يوجعني. نحب نحييكم الكل، نحب نقول لكم راه ائتلاف الكرامه ما نعرفش كيفاش يعني حاجه عمري ما تخيلت روحي نعمل السياسه بشكل تنظيمي وشكل منظم. عمري ما تخيلت روحي ندخل الحزب اللي نعرفه على نفسي اني مهبول شويه، يعني لا مهبول اكثر منها شويه، لانه بالحق كنت ديما يقولوا لي اخطاك من الموضوع الفلاني واخطاك ما تعملش كذا، لكن ثم حاله نتاع جنون شويه نتاع كنت نعيش فيها ونقول انا في الاخر ما حش بحد شيء. القرايه وقرينا الخدمه الحمد لله، خدمنا العرس عرسنا، جبنا الصغار الحمد لله، حتى الحج حجينا ما عادش حجنا بشيء، ونستناو في النهايه وكهو. دونك واحد الحمد لله يا ربي الجنون هذاك عرفني بالناس الداهيين وعرفني بخيرة الناس، وخيرة الناس موجودة في القروان. للأسف يعني التعليم المدارس في القروان متخلفة جدا. قلنا لهم رجعوا نظام الأوقاف، الدولة الحداثة سرقتنا 70 سنة. راهو خلي الناس يعني تبني المدارس وتصون المدارس وتأثث المدارس، خلي الناس تبني المستشفيات والمستوصفات. أهل الخير موجودين، أحباسنا اللي سرقتوهم عندكم 70 عام أخويا رجعوهم لنا. هذيك وصية الأجداد رجعوها، راهم طالبين منكم شيء. تعرفوا لي ميزانية صيانة المدارس في تونس ميزانية ضخمة قدرها 100 دينار لكل مدرسة في العام. كل مدرسة في ميزانية الدولة عندها 100 دينار للصيانة، ما تقدش طاولة. كل مسجد ميزانية الصيانة نتاعو 18 دينار. باش تعرفوا الدولة ذي دولة اللي نتاع التعليم والصحة راهي دولة متخلفة جدا. يا سيدي أنا طالبين نرجعوا نظام الأوقاف، ما تعطيوناش. طالبين نركزوا صندوق للزكاة. خليونا خويا، نعرض لي واحد توا قال لي أنا معاق وعندي نفق، يحبوا يحطوني في الحبس. علاش؟ خاطر ما عندناش صندوق زكاة. الزكاة ماهيش صدقة، راهي حق معلوم. حق معلوم، اللي ما يحبش يدفع ما يدفعش. عندنا ملة سبحان الله يشدها الحكاية كل ما تقول أوقاف ولا زكاة. احنا هذا طرحنا،
وهذه عقيدتنا وهذا منهجنا وما عندنا حتى مشكل وما نحشموش به. وسياتي اليوم اللي ما نلقاوش شكون ندفعوا الزكاه، باش ياتي اليوم هذايا ما فيش حتى شك. انا نحب نقول لكم اللي الغرب خذا علينا هذا. الاوقاف مليانه يسميوهم لي فونداسيون، معناها يلزمنا نقولوا نحبوا قانون ينظم لي فونداسيون، يعملوه. لان المله هذه اللي تحكم فينا قد ما هي تدعي انها متعلمه راهي جاهله برشا. هما يتمولوا من لي فونداسيون، هما يتمولوا من الاوقاف، وتظاهراتهم تتمول من الاوقاف، وما يحبوش احنا نكونوا عندنا اوقاف وماناش طالبين منهم حتى شيء. انا اعطيكم رقم وصلني عنده تقريبا اسبوع. الفاتيكان دولة المسيحيين الكاثوليك السنة الفارطة خرجت 4 مليار دولار زكاة مالها. المسيحيين 4 مليار دولار، وتدور على الدول الفقيرة باش تعاونها وباش تشغل الناس وباش تعمل مشاريع تنموية بمال الزكاة. واحنا المسلمين نتاعنا احنا ممنوع علينا. علاش؟ خاطر اللي يحكمونا يحكم فيهم مسؤول كبير. على خاطر بلادنا مستباحة من السفير الفرنسي، على خاطر قرارنا السياسي عند فرنسا، على خاطر البنك سنترال تحكم فيه فرنسا، خاطر وزارة التربية تحكم فيها فرنسا، خاطر يلزم ولادنا يقراوا بالفرنسي. ما فهمتش علاش. الفرنساوي ما يقراش بالعربي، يقرا بالفرنسي، والطلياني يقرا بالطليان، والالماني يقرا بالالمان، واحنا نقراو بالفرنسي. قالت الاخرى ما فهمتش علاش. اي مو الشعب الجزائري تحرك اساسا على المواضيع هذه، وتحرك وفهم اللي اذا تاخرت الثوره في تونس راهو على خاطر المسؤول الكبير يولي ويعزل مازال في تونس، واللي راهو الثوره ما استكملتش اهدافها، واللي راهو المعركه الحقيقيه معركه الاستقلال الحقيقي ما تخاضتش بعد، واللي المعركه مع الاعلام الفاسد ما تخاضتش بعد، واللي المعركه مع النقابات الفاسده ما تخاضتش بعد، واللي راهو الجيل هذا باش يخوضها. وراهو الناس اللي تحب تدمر الثوره رانا باش نخوضوا معاهم العركه، ورانا باش ننتصروا عليهم، رانا ماناش خايفين من حتى حد. وقلت لهم نعاود ونقول لهم الحل الوحيد 300 فرنك فيروس، والفكره مرت وتقتلوا منا واحد يقوموا لكم 1000، ورانا ماناش موخرين للتالي. واللي راهو اليوم فكينا حريتنا وماناش نتنازلوا عليها، وباش ندخلوا الانتخابات وباش نخلعوا البيبان وباش نربحوا وباش ننتصروا، وما عادكم ما تعملونا. واليوم حتى المستعمر نفسه ما عادش قادر علينا، لا قادر يجيب جيشه، لا قادر يخوض معركه معنا. وعندنا سلاح اخر بالمكشوف، رانا عندنا قريب 1 مليون تونسي في فرنسا، واللي لو يجرؤ المستعمر على اي رد فعل فإن باش نقولوا له المعركه العقر دارو. المعركه سنخوضها وسنخوضها بشراسه، كلفنا ذلك ما كلفنا. طبعا الحديث هذا ما سمعوش من عند الناس الاخرين. طبعا الناس الاخرين مع شدان العصام الوسط ومع مصالحنا المشتركه والصداقه التاريخيه وكل الله وله. احنا رانا ملينا من الله وله، ملينا ان نشوفوا المستعمر يعني يصرف على الاعلام باش يهلك الذوق العام وباش يهلك الاخلاق العامه، ويصرف على الجمعيات المشبوهه، ويصرف على الاحزاب المشبوهه، ويعملوا في كل شيء باش يدمروا الثوره نتاعنا، وباش يقولوا لنا ان كل الخير راهو في الاستعمار، وكل الخير في الاستبداد، وكل الخير في التفسخ الاخلاقي، وقت اللي راهو روحهم مفلسين فكريا وما عندهمش ما يقدموا للتوانسه، يحلوا معارك وهميه نتاع المساواه في الميراث ونتاع منع النقاب ونتاع منع اللحيه وكل الكلام الفارغ. احنا راهو جينا نتجاوزكم، جينا باش يتجاوزكم ويعفسكم ويتعدى. تحبوا تلتحقوا مرحبا بكم، رانا نقبلوا التعايش مع الناس الكل، نقبلوا التعايش مع الكائنات الكل. فقط ان شاء الله يا ربي تقفوا معنا، ان شاء الله نكونوا صوتكم، ان شاء الله المفاجأة تصير، بل اللي يسميوه هما زلزال ان شاء الله يصير. اليوم ضحكوا علينا كي قدمنا مطلب الترشح، لانه ذاك مجلس النبلاء واحنا كالبز قليف جايين نحلوا في الباب. على فكره مثقفين عليهم وقارين عليهم وعندنا افكار خير منهم ونظف منهم، وباللي يحبوا هما راهو هذيك بلايصنا احنا مش بلايصهم هما. احنا اولاد الشعب، اولاد الفقراء، اولاد الحوم العربي، الحوم الشعبيه. ضحكوا علينا كي ترشحنا، فجأة لقونا يعني ترشقنا الفلامات قدام سفارة فرنسا. هما بداوا الحملة نتاعهم من فرنسا،
بداوا الحمله من فرنسا، من لا فرنسا، واحنا بديناها من قدام الامباساد دو فرنسا. وصلنا الميساج بلاش فلوس، ضحكوا علينا، لكن اليوم ولاو يرتعدون خوفا. اليوم ولاو وقت اللي نتكلموا يحطوا الكاسك ويعملوا ترجمه فوريه، ولاو يعرفوا ان الخطاب قاعد يوصل والفكره قاعد توصل. فرتاس والفكره قاعده توصل، وصلنا له اللي راك ماكش باندي علينا. كان كباندي على رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه وعلى الاحزاب الحاكمه وعلى الجاليه الفرنسيه بتونس والجاليه التونسيه بتونس. احنا رانا اولاد هذه الارض، اولاد هذه الارض، وجذورنا راسخه في الارض هذه، ورانا ماناش باش نحرقوا وماناش باش نطلبوا الجنسيه ومتملحين منكم، ورانا كان ما تقعدوش عاقلين تو نفكوا عليكم الملح. راهو ما عادش تهزوا الملح، نتغشوا عليكم بركه ريدوا خير، باش نوليو نحكيو عليهم بتهكم، باش نوليو نسخروا منهم، باش نوليو باش نوصلوا لهم اللي احنا راهو اليد العليا، احنا نصرفوا عليكم وبلاش بترولنا وبلاش ملح الا ما تجوعوا ولا ما تفلسوا، واحنا رانا الكرماء، ابناء الكرماء، ابناء الكرماء، وراكم انتوما تقعدوا عماركم بكل سرعه وتقعدوا تمدوا في ايديكم. وسياتي اليوم اللي باش نقصوها اليد نتاعكم اللي تمد لنا. هذه ان شاء الله يعني مسؤوليه كبيره نرى فيها حضوركم اليوم. يبدو الاحزاب كبيره ما حصلش، وبالمناسبه انا درت تقريبا اغلب ولايات الجنوب والوسط، واكثر كلمه سمعتها نتشرفوا بيك ونحبوك وولدنا وتشبه لنا. شباب لا والله عملوا لي حراسه ربي يبارك فيهم، اما طلبتهاش. احنا ان شاء الله، وبالمناسبه تعبتهم برشا، الريتم تاعنا مرهق جدا. قلنا درت الشيرات هذه الكل ودرت في وسط الناس بالحق اللي تحس روحك تشبه لهم. شابوا لي اغلبهم زرق كيفي، فهمتني؟ وفرحوا بيا، وبالمقابل شفتهم كيفاش فرحوا بالناس الاخرى. راهو اللمه هذه ثم برشا عندهم برشا مليارات ما ينجموش يتلموها، ما ينجموش، واذا جاوا يجيبوا ب50 باكه من غادي ويجيبوا جماعه بالطرق اللي يعرفوا، فهمتني، ويجيبوا الكيران. احنا الحمد لله يا ربي ندوروا في وسط الناس وما نخافوش من شعبنا، وباذن الله باش نكونوا عنوان للامانه للشعب هذايا. رانا ما طالبين حتى شيء، يعني ما عندنا حتى هم في الدنيا، واللي باش نحسوا في المجموعه نتاع ائتلاف الكرامه عنده هم في الدنيا، احنا ما عندناش باش نعطيوه اصلا. راهو مش باش يكون في ائتلاف الكرامه، هذا وعد. احنا عايشين قوتنا في كرامتنا، رانا نعيشوا، رانا ناكلوا خير منهم ونحوسوا خير منهم ومثقفين عليهم، ورانا اصدق منهم وما باش نوخروا تالي. القناعه اللي عندنا راهو ما عندهمش. انا نحب نختم ونقول اللي المده اللي فاتت جيت للقروان ومشيت لفسطية الاغالبه، حالها يسخن. ثم حاجات يعني ثم دول في العالم ما عندهاش لا جامع عقبه لا السور العظيم هذا لا فسطية الاغالبه، ويمشيوا لها 80 مليون سائح. علاش؟ لانه الدوله نتاعهم تحترمهم، والدوله نتاعهم تحترم تاريخهم. احنا تمشي لفسطية الاغالبه تخرج تبكي. ان شاء الله احنا الجيل اللي باش يرجع الامل، وان شاء الله ربي يستعملنا، ان شاء الله ربي يستعملنا، لانه بصراحه ملينا كرهنا نعيشوا لرواحنا. راهو عز الحياه كي تعيش للناس هذوما، كي تسمع كلمه حلوه ودعوه خير. ان شاء الله الجيل الجاي هذاك، الجيل الجاي ان شاء الله هو اللي باش يجيب الثروه، ان شاء الله هو اللي باش يجيب الثروه، ان شاء الله باش ندخلوا العصر الذكاء، ان شاء الله باش نعملوا بطوله وطنيه للذكاء، وباش نشوفوا كالجيل نتاع 9 سنين و11 سنه كيفاش يصنع لي زابليكاسيون ويعمل يتخصص في السيكوريتي انفورماتيك ويبدع ويصنع اللوجيسيال، ونعملوا مسابقه وطنيه. وانا متاكد اللي ابناء القروان باش يكونوا الاولانيين، لانه كل ما تحل الفرصه وتتفتح المجال قدام شباب القيروان الا ويبدع. وانا نعرف الكثيرين منهم وانا شاهد على هذا، مانيش نتملق لانه هما يعرفوا اللي انا نعرف. ربي يبارك فيكم، انا فرحان برشا برشا.
نحب ديما نجي الخروان لانه عندي بها علاقه استثنائيه. ان شاء الله تكونوا معنا في الانتخابات الرئاسيه وتكونوا معنا. بالمناسبه ماهر زيد اللي هو ولد القروان واصيل القروان راهو باش يكون خير سفير، لانه ماهر زيد وقت اللي يعني وقت اللي نعرف بالسجن والمنفى هو اللي بعدك على القروان للاسف. لكن ماهر زيد اللي حط صبعه على ملفات الفساد قبل يقبل الغيري وسبقنا وفضحهم وفضح اللوبيات الكل، واللوبيات الكل عملت كل انواع القضايا ضده، وتحب تحطه في الحبس. واحد من الناس اللي تشرف به القروان وانا شخصيا نتشرف به ونعتبره يعني بالنسبه لي انا بالحق انا نعتبره من الناس اللي نتعلم منهم ومن الناس اللي يعتبروا مثال عندي انا كما اخونا سيف وكما اختنا دره، والناس اللي تعلمت منهم الصبر وتعلمت منهم الصبر على الاذى. اخي بحاجه مش الصبر انه على الفقر، على الاذى، الصبر على الظلم. انا ما نصبرش، انا مهبول، انا ما غالب ما نصبرش، انا يظلمني واحد من ناكله بسنين. اما اللي بالحق الناس هذوما قمه في الصبر وقمه في النظافه وفي الطهاره، واحنا ديما معاهم ونتعلموا منهم. وان شاء الله يا ربي نرجع لكم ان شاء الله في التشريعيه، لانه ان شاء الله ماهر يلزم يكون في المجلس الجاي، يلزم يكون في المجلس الجاي، لانه شباب الثوره يلزم يفك البلاصه هذيك، ويلزم يكون هو ومش وحده زاده. احنا ما نقبلوش نكونوا موجودين بالفضلات وبقايا الاصوات، احنا نحب نكونوا بالحاصل الانتخابي، نحب نكونوا الاولانيين، ما كناش الاولانيين نكونوا الثانيين، وباذن الله الانتخابات الجايه نكونوا الاولانيين. ان شاء الله شرفتوني برشا برشا. نرجع الكلمه اخونا ماهر، وراني نحبكم برشا برشا، ربي يبارك فيك. الخيان والاخوات الراغبين في الالتحاق بمشروع ائتلاف الكرامه ينجموا يتفضلوا، اللي يحب يسجل اسمه في تحت الخيمه هنا ثم طاوله يشارك معنا في الانشطه نتاع الائتلاف، ونبنيو مع بعضنا ان شاء الله هذا المشروع ونافقوا لبلادنا نفتحوا بها مع بعضنا. دخلنا المجالس ما دخلناش، ربحنا الرئاسيه ما ربحناش، بلادنا خادمينها باذن الله. نختم معاك وما تنحماه. شوي بالله شوي لا ونمشي نقبل وانا مترسمه ونخدم عندي موري واصل صرت في راسها تحب تمشي لبنتها وبنتها مريضه. تو كنت في تونس انت تولدك لي تولد باقي فيها
الصحه مشيت قبل وين طوع علاش عطيت اي جمل اي بلا كلمه خلفيه هذيك علاش احنا معاك باش نفرقوها هو قرار سيادي ما تعطيناش تأشيرة مع الشارع سي سيف وهذا اللي نحكوا عليه سي سيف بربي اسمع الكلمه من السيد هذا خذوا خذوا صاحبي يا بعد صاحبي توكل على ربك بس شويه الاولاد بس شويه شو نعمل والله مثلا كل حاجه نعملها انت قادر تخلع الله اعلم انا متوكل اكيد وتكون نحن الشعب نحن نولي الشعب سامحون هاي لحظه خلصتوا كلمه وبعد وانا معاك نتكلم لحظه لحظه سامحونا نصور انا شو حتى انا مواطنين نحبوا نشوفوا حتى انا هم شبه والباقي الكل كان ساحل القيروان فهمت علاش سميوه الساحل انا نحبهم راهو المدن الكل ما عندي حتى مشكل لكن هذاك التاريخ هذيك الحقيقه هو تسمى الساحل حتى منظرت على الساحل لكن تسمى الساحل لانه ساحل القيروان لانه العظمه والتاريخ والاصاله والدنيا كلها راهي القيروان انا جيت اليوم العاصمه من سير راهو اليوم انا كنت